السلام عليكم. بشرح لكم اليوم كيف تصور مقطع فيديو مغبش أو مشوش. تابعوا الشرح. البرنامج اللي نحتاجه الكاميرا، وفي برنامج ثاني راح أقوله لكم في آخر الشرح. الحين نجي لطريقة كيف تصور المقطع الفيديو بخاصية العزل أو التشويش أو التغبيش أو الفوكس، كلها واحد. المهم تدخل على كاميرا، بعدين تختار صور على فيديو، تختار على فيديو، بعد هذاك الريموت نبي نصوره بخاصية العزل. تحط أصابع يدينك قدام الكاميرا زي كذا، تضغط في النص لين توضح أصابعك. الحين أصابعي واضحة، اضغط بقوة لين يطلع قفل. شوفوا الحين الريموت تغبش والمنطقة كاملة تغبشت، يعني بكذا أنت صورت بالخاصية هذه. إذا طلع عندك قفل وقربت أصابعك وكانت واضحة، خلاص أي شيء بعيد راح يبين عندك أنه مغبش، وبكذا تصور مقطع الفيديو بخاصية التغبيش. طيب الحين انت صورت مقطع الفيديو بخاصية التغبيش، تبي ترفع السناب شات بدون ما ينتبهون انك مصوره عن طريق الكاميرا، يعني لما يشوفونه يقولون هذا مصوره عن طريق السناب شات. كيف؟ تضغط على تحديد، بعدين تختار المقطع هذا اللي انت صورته، بعدين تضغط اضافة وتحطه في السناب شات، البوم سناب شات. بعدين تدخل على سناب شات، تدخل على اعدادات، وتدخل الى الذكريات، بعدها استيراد، بعدها تستورد نفس المقطع، تنتظر ثواني لين يتحمل، ترجع وراء، تروح للذكريات وتحط مقطع الفيديو وترسله في السناب شات زي كذا. بعدها روح للسناب شات، راح تحصله بدون كلمة ألبوم الكاميرا. وهذا هو المقطع، رفعته بدون كلمة ألبوم الكاميرا وكأني مصوره في السناب شات. هذه الطريقة الأولى إذا كان المقطع أقل من 10 ثواني. الحين أقولكم إذا كان أكثر من 10 ثواني. إذا كان المقطع مدته أكثر من 10 ثواني نحتاج البرنامج هذا، تفتح عليه زي كذا، بعدين تضغط على إعداد التقطيع، تحط هنا 10 ثواني، بعدين تضغط تم، بعدين تضغط على اختيار وتقطيع، تختار المقطع لمدته أكثر من 10 ثواني، يعني المقطع هذا 25 ثانية تضغط عليه، بعدين تضغط تحديد، تنتظر ثواني يضغط الفيديو، بعدها يقطع لك إلى ثواني. الحين تضغط موافق ويقول لك تم التقطيع. تدخل على الصور، راح تحصل المقطع مقسم 10 5 10. تضغط تحديد وتحدد المقاطع كلها وتضغط إضافة إلى سناب شات. بعدها تدخل على الذكريات نفس الطريقة الأولى وتستوردها كلها، يعني تستورد كل المقاطع الثلاثة اللي قسمتها، هذا وهذا وهذا. وبعد ما تستوردها ترجع تروح للذكريات، تدخل على الذكريات، راح تحصل المقاطع عندك ما هي مرتبة. كيف ترتبها؟ افتح مقطع يعني زي كذا، واسمع اللي فيه، شوف بدايته ونهايته. إذا كان هو البداية ارسله أول واحد، بعدين ارجع وسوي بالثاني نفس الطريقة، يعني هذا يكون الأول، هذا يكون الثاني، هذا يكون الثالث. فأنت تسمع مقطع لين ترتبها ترتيب صح وترسلها للسناب ترتيبها الصح. وترى بالسناب تقدر تسوي تشويش، يعني نفس الطريقة، تقرب يدك للكاميرا لين توضح يدك زين، بعدها تشيل يدك، شوفوا صار مشوش، وتصور مقطع الفيديو بتشويش.